السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات اتعلمنا يعني ايه present simple وامتى بنستخدمه وازاي نكون الجملة، وكمان عرفنا امتى بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. اما النهاردة هنكمل اهم جزء في الزمن، وهو النفي او السؤال او الاجابة على الاسئلة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنتكلم عنها وهي النفي. طب ايه هي ادوات النفي في زمن المضارع البسيط؟ احنا بننفي باستخدام don't او don't او doesn't. طيب امتى بنستخدم دي وامتى بنستخدم دي؟ بالنسبة لدونت احنا بنستخدمها مع الاي واليو والوي والزي. don't مع الاي واليو والوي والزي. طيب الجملة بتبقى شكلها ازاي؟ اول حاجة بنبدأ بالسبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده بنحط أداة النفي اللي هي don't، بعد كده الفيرب اللي هو الفعل نفسه، بعد كده الأوبجكت اللي هو المفعول به. زي مثلا أول مثال بيقولي I don't play football، أنا لا ألعب كرة القدم. I اللي هو السبجكت الفاعل، don't اللي هي أداة النفي، بعد كده play اللي هو الفعل، وفوتبول اللي هو الأوبجكت اللي هو ايه المفعول به. يبقى دي كده صيغة الجملة في زمن المضارع البسيط لما بنيجي نستخدم النفي. ونبص برضو على تاني مثال بيقولي We don't eat fast food every day، نحن لا نأكل الوجبات السريعة كل يوم. المثال اللي بعده They don't study French، هما لا يدرسون الفرنسية. هنبص على صيغة الجملة، هنلاقي الأول زي اللي هي السبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده أداة النفي don't، بعد كده study اللي هو الفعل نفسه، French اللي هو الأوبجكت اللي هو المفعول به. يبقى كده احنا عرفنا ان don't بتيجي مع الاي واليو والوي والزي. وصيغة الجملة ان احنا بنبدأ بالسبجكت عادي، بعد كده بنحط أداة النفي، بعد كده الفيرب، وبعد كده الأوبجكت. كده احنا عرفنا امتى بنستخدم don't، ودلوقتي هنعرف امتى بنستخدم doesn't. بالنسبة ل doesn't بنستخدمها مع الهي والشي والإت. doesn't مع الهي والشي والإت. وصيغة الجملة بتبقى أول حاجة السبجكت، بعد كده أداة النفي doesn't، بعد كده الفيرب اللي هو الفعل، بعد كده معانا الأوبجكت اللي هو المفعول به. تمام كده. ناخد مثال زي مثلا لما بيقولي he doesn't play football. he doesn't play football. تمام. اول حاجة هي اللي هو السبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده حطينا أداة النفي doesn't علشان احنا اول حاجة عندنا هي، وقلنا هي بيجي معاها doesn't. بعد كده play اللي هو الفيرب، ولو بصينا كده على الفيرب هنلاقيه مش متضاف له ولا اس ولا اي اس ولا اي اس ولا اي حاجة. يبقى احنا مش بنحط للفعل اي اضافات، سواء في don't او في doesn't الفعل ما بيبقاش فيه اي اضافات. تمام. واخر حاجة اللي هي الفوتبول اللي هي ايه الاوبجكت. يبقى he doesn't play football. المثال التاني she doesn't cook every day، هي مش بتطبخ كل يوم. واخترت هنا أداة النفي doesn't عشان أول الجملة بيقولي she، واحنا قلنا ان she بيجي معاها doesn't. وبرضو آخر مثال جايبلي بيقولي it doesn't work، احنا اخترنا برضو doesn't مخترناش don't علشان أول الجملة كاتبلي it، واحنا قلنا برضو ان it بيجي معاها أداة النفي doesn't. يبقى كده احنا عرفنا امتى بنستخدم don't وامتى بنستخدم doesn't. دلوقتي في قدامكم على الشاشة سؤال عايزين نحله عشان نتأكد اذا كنا كده احنا فهمنا ولا ما فهمناش. هسيب لكم 5 ثواني تفكروا في الإجابة، بعد كده اقول لكم الإجابة الصحيحة. السؤال بيقول لي he not like tea، والمفروض اختار بين don't و doesn't. هنا هنختار ايه؟ هنبص هنلاقي في الاول ان هو كاتب لي he، واحنا قلنا ان he بتاخد doesn't، يبقى اول ما اشوف الهي هختار على طول اداة النفي doesn't. يبقى كده احنا خلصنا النفي في زمن ال present simple، ودلوقتي هنتكلم على الاسئلة. انا لو عايزة اسأل حد في زمن المضارع البسيط بسأله ازاي؟ بستخدم يا اما do يا اما does، يا اما do يا اما does. طيب امتى بستخدم دي وامتى بستخدم دي؟ دو بستخدمها مع الاي واليو والوي والزي. دو بستخدمها مع الاي واليو والوي والزي. وصيغة الجملة بتبقى كده، من الاول بنبدأ بأداة الاستفهام اللي هي دو، بعد كده السبجكت، بعد كده الفيرب، واخر حاجة الاوبجكت. يبقى احنا كده متفقين ان احنا لما هنيجي نسأل هنبدأ بأداة الاستفهام نفسها. تمام. طيب ناخد مثال ونشوف. اول حاجة بيقولي do you like play football. طيب اول حاجة بدأ معانا كتبلي أداة الاستفهام do، بعدها السبجكت اللي هو you، بعد كده play اللي هو الفيرب،
بعد كده football اللي هو ايه الأوبجكت. المثال اللي بعده do they study English، أداة الاستفهام، بعد كده السبجكت، بعد كده الفيرب، بعد كده الأوبجكت. وناخد بالنا ان الفيرب او الفعل مش متضاف له ولا اس ولا اي اس ولا اي اس ولا اي اضافات خالص، يبقى الفعل بيبقى زي ما هو، مش بنضيف له اي حاجه. زي كده كلمه play مش متضاف لها اي حاجه، وزي كلمه study مش متضاف لها اي حاجه، وده كان سواء في do او في does. في الحالتين مش بنضيف للفعل اي اضافات. وما ننساش في اخر الجمله نحط اداه الاستفهام. طب بالنسبه لداز بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها مع الهي والشي والات. تمام. صيغة الجملة بتبقى زي دو بالظبط. بنبدأ بأداة الاستفهام اللي هي does، بعد كده السبجكت اللي هو الفعل، بعد كده الفيرب اللي هو الفاعل، واخر حاجة الاوبجكت اللي هو المفعول به. طيب نبص على اول مثال، هنلاقيه كاتب لي does he play football. اول حاجة بدأ بيها أداة الاستفهام does، بعد كده كتب لي اللي هو السبجكت اللي هو الهي، بعد كده الفيرب اللي هو play، واخر حاجة الفوتبول اللي هي الاوبجكت. طب ليه اخترنا does ما اخترناش do؟ علشان هو كاتب لي he play football، واحنا قلنا ان he بنختار معاها does. المثال التاني بيقول لي does she cook every day. اول حاجة بدأنا بأداة الاستفهام اللي هي does، بعد كده كتبنا السبجكت she، بعد كده كتبنا cook اللي هي الفيرب. طيب احنا ليه اخترنا does؟ عشان هو كاتب لي جنبها على طول she، واحنا قلنا she بتيجي مع does. يبقى احنا كده عرفنا طريقة السؤال في زمن المضارع البسيط، وعرفنا ان احنا بنستخدم do و does في السؤال. دلوقتي بقى احنا نعرف ازاي بنجاوب على الأسئلة في زمن المضارع البسيط. طيب ازاي هنجاوب على الأسئلة في زمن المضارع البسيط؟ هنعرف دلوقتي. بيقول لي do you like English، ده كده سؤال بيسألني واخرها ايه علامة استفهام. انا دلوقتي لما اجي اجاوب هجاوب بايه؟ يا اما هقول yes يا اما هقول no. في المثال اللي معانا هو بيقول لي do you like English، لو اجابتي yes فانا هقول له yes I do. يبقى أداة الاستفهام اللي هي do أنا استخدمتها في الإجابة بتاعتي. يبقى لما أنا جيت أرد قلت له إيه؟ yes I do. طيب لو أنا مش بحب الإنجليش هقول له إيه؟ هقول له no I don't. ليه استخدمنا don't؟ لأن إحنا هنا بننفي، ففي النفي هحط إيه؟ don't. يبقى لو أنا هقول yes هقول له yes I do. استخدمت ليه do؟ عشان هو في السؤال مستخدم do، فأنا هنزل do في الإجابة. لو هنفي اقول له no I don't. ليه استخدمنا don't؟ عشان هو فوق بيسألني بدو، فانا لما جيت انفي do بقت don't، يبقى الاجابة بتاعتي كانت no I don't. وفي السؤال التاني هو سألني باستخدام does، قال لي does she study English. انا برضو هجاوبه يا اما yes يا اما بنو. طيب هو دلوقتي انا لو هقول yes هقول له ايه؟ yes she does. yes she does. استخدمت does في الإجابة عشان هي موجودة فوق في السؤال. احنا ممكن نعمل ايه؟ لو انا اجابتي yes هكتب yes، بعد كده هجيب يعني هو كاتبلي does she، هعمل علامة المقص هبدل ما بينهم، بدل ما هي does she هخليها she does واحطها في الإجابة بتاعتي، هتبقى كده yes she does. طيب لو انا هنفي هقول ايه؟ هقول no وهنفي does، هتبقى بدل ما هي does هتبقى doesn't، يبقى إجابتي no she doesn't. وبس كده، دي كانت طريقة الإجابة على الأسئلة في زمن المضارع البسيط. نعمل بقى اختبار سريع عشان نشوف إذا كنتوا فهمتوا كويس ولا لأ. هسيبكوا 10 ثواني تفكروا في الإجابة الصحيحة، بعد كده أنا هقول الإجابات. بالنسبة للسؤال الأول فهو بيقول لي does she not English. هو هنا بقى عايزني اختار الفعل اللي فيه IES ولا اللي هو مفهوش أي إضافات ولا اللي فيه ING. هنا الإجابة هتكون طبعا اللي هي التانية اللي هي مفيهاش أي إضافات اللي هي study. السؤال التاني بيقول لي he not like milk. احنا دلوقتي هنبص في الأول خالص كده هنلاقيه بيستخدم he، واحنا قلنا ان احنا في زمن المضارع البسيط بننفي بدونت أو doesn't. طيب هي بتاخد don't ولا doesn't؟ لا بتاخد doesn't، يبقى هنختار برضو الإجابة التانية اللي هي doesn't. السؤال التالت بيقول لي do they not football. هنبص كده على الجملة هنلاقي ان في الأول مستخدم لي أداة استفهام do وحطت لي في الآخر علامة استفهام، يبقى احنا كده خلاص احنا عرفنا ان ده كده كده سؤال. طيب
بالنسبة بقى للإجابات هو جايب لي 3 إجابات، واحدة مفيهاش إضافات، واحدة فيها اس، واحدة فيها ing. احنا اتفقنا ان احنا هناخد اللي هي من غير اي اضافات، يبقى الاجابة هتبقى الاولى اللي هي بلاي. وبكده نكون خلصنا شرح زمن المضارع البسيط بالكامل، ودلوقتي تقدر تستخدمه في الاثبات والنفي والسؤال والاجابة على الاسئلة بكل سهولة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واكتب لي في التعليقات تحب تسمع شرح انهي زمن في الفيديو الجاي. مع السلامة.